يعني في البداية تصريح حضرتك يا فندم ان ضريبة القيمة المضافة هو قبلة الحياة لاقتصاد مريض. يعني نفهم من حضرتك أكثر أهمية تطبيق هذه الضريبة، خصوصا بعد اتساع عدد السلع والخدمات المعفاة من هذه الضريبة ووصلت ل 56 مجموعة، ورغم كل ذلك هناك جدل واسع حول هذا القانون. هو الحقيقة طبعا بيان الحكومة اللي اتقدم للبرلمان في مارس اللي فات كان بيتضمن برنامج إصلاح اقتصادي ليه مجموعة من الأركان. من ضمن الأركان دهيت إصلاح المنظومة الضريبية. من ضمن حضرتك خطوات إصلاح المنظومة الضريبية إصدار قانون للضريبة على القيمة المضافة، وإحنا أصلا عندنا ضريبة على المبيعات من سنة 91، وكان المفروض خلال 10 سنوات إن إحنا تحول إلى ضريبة على القيمة المضافة كما حدث في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، ولكن تأخرنا في هذا المجال أكثر من 15 سنة. هذا القانون الحقيقة بيحقق أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية. الأهداف الاقتصادية واضحة إن هي إحنا بنقدر بندعم الاقتصاد المصري، ونحاول إن إحنا نطبق منظومة الإصلاح الضريبي اللي تعتبر أحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وعايز أقول لحضرتك إنه بعثة صندوق النقد اللي جات لنا، إحنا البرنامج اللي تقدم ليها وأنا قابلت البعثة برنامج مصري خالص، برنامج إحنا اللي عاملينه كخبراء مصريين وهم وافقوا عليه، ولكن طبعا كصندوق نقد بيدينا قرض المفروض بيتاكد من قدره الدوله على السداد. البعد المالي الحقيقه للقانون مهم جدا. انا لما افرض ضريبه على القادرين اللي هم بيستهلكوا سلع معظمها وخدمات غير اساسيه، واخد منهم حصيله توجه لدعم الغير القادرين ودعم محدود الدخل ودعم برامج الحمايه الاجتماعيه وسد عجز الموازنه، انا بحقق العداله الاجتماعيه وببقى اضخ في شرايين الاقتصاد المصري 35 مليار جنيه اضافيه، يعني تعادل 10% من عجز الموازنه، وتعتبر تمويل لبرامج الحمايه الاجتماعيه. اكثر من 25 برنامج الحكومه بتصرف عليهم مبالغ طائله، فكون ان انا امول البرامج دي من موارد حقيقيه وليس من ان انا استلف او ان انا اطرح اذون خزانه. كل ما استلف اكثر الدين يزيد، الفوائد تزيد، التضخم يزيد. لا، ده انا باخد بس بمول برامج الحمايه الاجتماعيه من مصادر تمويل حقيقيه. وزي ما حضرتك قلتي احنا عارفين اكثر من 57 مجموعه سلعيه وخدميه من الضريبه اللي بتمس كل محدود الدخل، جميع انواع الاكل والشرب، خدمات التعليم والصحه والنقل. ما فيش حاجه الا ما تم اعفائها. ما تبقى من سلع وخدمات هي سلع وخدمات غير اساسيه بيقبل عليها القادرين، وطالما القادر بيصرف وبيستهلك بكميات وبقيم وباسعار، فطبيعي انه يدفع ضريبه تخصص حصيلتها لدعم محدود الدخل وغير القادرين.